السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي نعمل فراخ مشويه دايبه مستويه وطعمها لذيذ جدا جدا، احلى من الفراخ المشويه اللي بنشتريها جاهزه. النهارده جايه اقول لكم على سر التتبيله وازاي تسويها وتطلع معاكي مظبوطه بالملي، فيهاش ولا غلطه. شايفين لون الفراخ؟ اما ريحتها بقى في حته تانية خالص، مستويه جدا رغم ان هي مشويه بالعظم مش مخليه. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. بس لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. اول خطوه واهم خطوه هي محلول النقع. انا قبل ما اصور خالص نقعت الفرخه دي في محلول النقع اللي هو عباره عن 2 لتر ميه او اكتر شويه على حسب طبعا الكميه، هما دول فرخه ونص. حضرت محلول عبارة عن 2 لتر مية، نص كوباية سكر، نص كوباية ملح، عصير 3 ليمونات، وكمان شوية خل وشوية منكهات كده يعني ورق لورا وحبهان وفلفل اسود حب. نقعت الفرخة لمدة ساعتين وبعد كده شطفتها غسلتها كويس لحد لما بقت لونها وردي بالشكل ده وما فيهاش اي زفارة. كمان خطوة النقع دي مهمة جدا، هتضمنك ان الفراخ ما تنشفش منك ابدا لو شويتيها في الفرن او حتى على الشواية، لانها هتكون اتشربت كمية سوائل هتخليها تحتفظ بطراوتها. وهنا هحضر التتبيلة عبارة عن كوباية كبيرة من الزبادي، كوباية مية بصل، وربع كوباية صغيرة زيت، وكمان معلقة كبيرة مستردة، وحوالي معلقتين كبار من دبس الرمان، ربع كوباية خل وربع كوباية ليمون، بصل وتوم بودرة وفلفل اسود وبابريكا مدخنة، كاري وكركم، معلقة صغيرة من كل البهارات دي، وربع معلقة صغيرة جدا ملح ليمون، ومعلقة هريسة شطة ودي اختياري، ومعلقة ونص ملح. هنقلب كل الخليط ده كويس جدا جدا، هنغطس الفراخ فيه وهنحاول كده ان احنا ندعكها من كل جنب وندخل التتبيله كمان تحت الجلد. هنغطي بقى الفراخ وهنسيبها على الاقل ساعتين، ويا ريت بقى من قبلها بيوم. انا هنا هنقلها في طبق اوسع شويه علشان افردها براحتها وارش عليها التتبيله او يعني احط عليها التتبيله كده من كل جنب واضمن انها اتغطست كويس جدا في التتبيله. هغطيها وهدخلها التلاجة من قبلها بيوم، اشتغلت فيها بالليل وتاني يوم بقى شويتها قبل الغدا كده على طول. وانا هنا هستخدم الاير فراير هشوي فيها الفراخ، وطبعا زي ما انتم شايفين كده الفراخ مش مسلوقه ولا اي حاجه، نيه. انا بوريكم بس ان بينفع نسوي فيها الاكل وهو ني، مش مجرد بس تسخين او مثلا تحمير بطاطس او كده. انا هشوي الفراخ فيها، هي بتاخد فرخه كامله. هشوي الفرخه وبعد كده هرجع احط النص الباقي. وكده هنا انا باخد من التتبيله وبحط على الوش. والميزه هنا في الاير فراير ان فيها شبكه او فيها زي مصفى كده، فالزيوت والدهون الزياده بتنزل في الحله بتاعتها. اهم حاجه بس احنا هنظبطها لمده 45 دقيقه على درجه حراره 165، يعني درجه حراره تكون هاديه الى حد ما علشان الفراخ تستوي كويس. وده شكل الفراخ بعد ما استوت. انا في الاول حطيتها على الجلد وفي نفس الوقت فتحته وقلبتها على الوش التاني، وزي ما انتم شايفين كده خرجت شكلها تحفه، كل الدهون وكل الصوص الزياده نزل في الحله بتاعتها. فهي دلوقتي صحيه جدا، ريحتها رهيبه. ودلوقتي هقطع منها جزء كده علشان تشوفي هي قد ايه استوت. بتتفصص كده، يعني لو شدينا عظم الدبوس او اي عظم من اي جزء فيها، شايفين عامله ازاي؟ استوت تماما تماما. واللي ساعد على كده محلول النقع زي ما قلت لكم في الاول. كمان التتبيله نفسها حطينا فيها شويه حاجات بسيطه كده، مكونات بسيطه زي الزبادي زي الخل والليمون والحاجات دي كلها سوت النسيج خلتهم ما بيشدش. كمان ملح الليمون ادالها مزازه كده وطعم لذيذ جدا جدا. وكمان نسيت اقول لكم ان انا حطيت في التتبيله معلقه صغيره كده او يعني معلقه الا ربع كبيره من عسل النحل، وده ساعد على انها تاخد اللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده من غير طبعا ما تقعد وقت كتير في الاير فراير. ممكن طبعا نشويها بنفس الطريقه وبنفس المكونات دي في الفرن لو مفيش اير فراير. ممكن جدا نشويها في الفرن، بس يستحسن ان احنا نحطها على شبكه وتحتها صينيه علشان برضو تنزل الزيوت او الدهون الزياده اللي فيها وتطلع صحيه بالشكل ده. وبس كده الفيديو بتاعنا خلاص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.